ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم الكره في القهوه. النهارده جايين نتكلم في توبيك مش سخن خالص، بس هو توبيك غريب جدا وموضوع محدش كتير ناقشه. اتمنى ان قبل ما نتكلم في الموضوع ان احنا نعمل لايك وشير وسبسكرايب على الشانلز بتاعتنا والاكونتات بتاعتنا على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك واليوتيوب، وندخل يلا بينا في الحلقه. هنتكلم عن ايه النهارده يا هوندا؟ احنا هنتكلم عن احسن 11 حارس بقى المره دي مش 10. استثنينا واحد زياده. بالظبط، عشان ماشي. حاولنا ان احنا نطلع واحد ما عرفناش، فقلنا خلاص هناخد ال 11 كلهم. وهم احسن 11 حارس اندر ريتد، يعني مش 11 عامه. ما خدوش حقهم بالظبط اعلاميا بالظبط، او كانوا يعني المفروض ان اتنجموا. هم كان المفروض ان هم يبقوا في حته احسن من كده، اه بس الدنيا جت عليهم. جامد. بالظبط. طب هل بقى الليسته هتبقى فيها مفاجآت ولا هتبقى حاجه متوقعه؟ ما ده الناس بقى اللي تقول، يعني انا بالنسبه لي كانت تمام. طب والله مهند يعني قال نقطه مهمه جدا، رايكم هيبقى مهم جدا ان احنا اللي اخترناهم دول هم فعلا ما خدوش حقهم في النجوميه، ولا احنا اختيارنا كان غلط في ال11 الموست اندر ريتد جول كيبرز؟ يلا يلا بينا ابدا انا. ابدا. طيب انا هبدا مع حارس اعتزل 2023. الحارس ده سمير هاندانوفيتش. ماشي. سمير هاندانوفيتش كلنا طبعا فاكرينه حاضرينه في الانتر، دي ما فيش خلاف عليها. بس انا عايز اقول لك ان سمير هاندانوفيتش على قد ما هو ما كانش حارس بتاع شو، ولا كان ليه لقطات كبيره، ولا كان ليه حاجه انت تقدر تفتكرها او تميزها، بس انت حاجه هتفتكرها كويس قوي ان هو طول جدا مع الانتر. دي حقيقه. هاندانوفيتش وقف للانتر 11 سنه، اكتر حارس وقف في تاريخ الانتر. مم. 11 سنه. انت عارف سمير هاندانوفيتش واخد احسن لاعب سلوفيني، مش حارس، احسن لاعب سلوفيني 3 سنين، وخد احسن حارس في الدوري الايطالي من رابطه اللعيبه لعيبه الدوري الايطالي. لا، رابطه لعيبه الدوري لا، الايطالي دي رابطه بتبقى بيعملها نقاد علشان ينتقدوا او يميزوا لعيبه الدوري زي بتاع الدوري الايطالي، الانجليزي. مثلا حاجه شبهها مم. كده. 3 سنين. انت عارف ال3 سنين دول كان فيهم مين؟ فيهم هو. بوفون. مم. انت عارف يعني ايه واخدها وبوفون موجود في الدوري؟ مم. ده يدل ان الحارس ده حارس تقيل. الاغرب بقى من كده، هو عنده ريكورد مفيش حارس عمله في الدوري الايطالي. سمير هاندانوفيتش صادد 26 ضربة جزاء في تاريخ الدوري الايطالي، كاعلى حارس صادد ضربات جزاء في تاريخ الدوري الايطالي. اوكي. وعامل بقى معلي على نفسه، يعني عايز اقول لك هو كان متميز جدا في حته ضربات الجزاء دي. اه. في موسم 2011 صادت 6 ضربات جزاء في موسم واحد، وده كان اعلى ريكورد الحارس يصده في موسم واحد. مم. فسمير هاندانوفيتش كان عملاق كبير جدا. انا عايز اقول لك ان هو طالع تاني تشامبيونز ليج، وطالع تاني يوروبا ليج، واخد الدوري واتنين كاس واتنين سوبر. فهو عمل كل حاجه ممكن تتعمل في الكوره. انا موافق طبعا جدا، ما عنديش اي اختلاف عليه. هروح انا بقى لحد تاني. انا هروح لمندي. ماشي. مندي يعني تقريبا هو كان سبب في الانجازات. اول انجاز حصل لكل واحد كان مندي موجود فيه. يعني خلينا بس نروح من تشيلسي لما اشتروه من استاد رين. هم راح تشيلسي في 2020، اوكي. قعد معاهم 3 سنين. 3 سنين دول خد فيهم شامبيونز ليج. صح. كان هو وكيبا كان بيتنافسوا شويه على مركز الحراسه، بس مندي كده كده حسمها. يعني مندي اصلا كان جاي تشيلسي وهو ناس كتير قوي ما كانتش عارفه مندي، ما كانتش عارفه هو مين، بس هو جه اثبت نفسه. الناس كلها كانت عارفه ان هو حارس سنغالي، وكان بيلعب مع ماني، ولعب هنا في بطوله افريقيا اللي كانت هنا في مصر، اللي كان بيلعبوا فيها فاينل وطلعوا تاني ما خدوهاش. فنوعا ما في ناس كتيره اللي كانت بتتفرج على الحاجات دي كانت عارفه مندي، بس 50% من الناس التانيه ما كانتش عارفه مندي. بس مندي لما راح تشيلسي اثبت ان هو فعلا كان حارس جامد، وان هو فعلا اندر ريتد، وعمل معاهم انجاز التشامبيونز ليج، وخد معاهم كاس عالم انديه، وخد معاهم السوبر الاوروبي، وما طولش لان هو راح الاهلي السعودي. انا عايز اقول لك، انا استغربت جدا من الانتقال ده اصلا. بالظبط. ما كانش بس هو غير مبرر يعني. بس يعني كان هي كانت هوجه كده، وهو خلاص تشيلسي كانوا نوعا ما كانوا خلاص مش، بس هو مش كبير يعني. يعني كانت هي دي السياسه بتاعت تشيلسي يعني. اوكي. بعد كده لما راح الاهلي السعودي، طبعا قبل ما يروح خد افريقيا مع السنغال بتاعت 21 قبل ما كاس يروح. عالم. بالظبط. وكل ده كان علينا احنا، بس تمام يعني. عشان كده كده قوي. بالظبط. وبعد كده راح الاهلي السعودي 2023 لحد دلوقتي لسه هناك. خد معاهم اول بطوله اسيا في تاريخهم. فاللي هو مندي، وكان هو سبب رئيسي من البطوله. يعني انت لو اتفرجت على ماتش بتاع الهلال، فلا مندي كان سبب رئيسي في ان هم يصعدوا. صانع معجزات مندي. لا مندي حارس اندر ريتد، ودايما كان لما بيروح في فرقه اذا كانت مع تشيلسي او اذا كانت
الاهلي او اذا كان مع السنغال نفسها، لا كان سايب بصمه في الثلاث حاجات وفي الثلاث بطولات اللي هو خدهم يعني. اتفق، هو فعلا ما ظهرش فتره كبيره الكره العالميه يعني، بالظبط. بس هو صاب بصمه قويه. دي حقيقه. موافق. ماشي. طيب دلوقتي نروح مع الحارس الثالث. ماشي الحارس الثالث ده عندنا، اتفضل. انا لسه في الانتر. ماشي. الحارس ده يان سومر. اوكي. يان سومر الحارس السويسري. عايز اقول لك ان هو حارس كويس جدا، متميز ستايله بالستايل الاكروباتيك اللي هو بينط نطات فيها فليكسابيليتي، فبيبان حلو قوي للجمهور. تمام. يان سومر عرف الشهرة من بعد 33 سنة. انت أوكي. متخيل طول حياته كان في بازل، وبعد كده لما راح بروسيا مونشنجلادباخ، بعد كده بدأ يروح بقى يشوف الشهرة فين بقى، بايرن، انتر، من بعد 33 سنة. عايز اقول لك ان تاريخ 27/8/2022 يان سومر داخل التاريخ، عمل اكبر ريكورد تصديات في ماتش واحد في الدوري الالماني ب 19 تصدي في الماتش. اوكي. مش ده بس المفاجأة انه كان قدام بايرن ميونخ. امم انت متخيل تعمل 19 تصدي في ماتش واحد؟ ده الريكورد ده ما زال محتفظ بيه يان سومر لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي. اوكي. عايز اقول لك ان يان سومر ده لعب 3 كاس عالم، لعب 3 يورو. ايه الحارس اللي يعرف 6 احداث كبار بالشكل ده وما ينفعش ما ياخدش حقه؟ دي حقيقه. حارس كبير جدا، وعايز اقول لك من ضمن اللي هو واخد دوري الماني. فيان سومر مش حارس صغير خالص، هو بس عشان زي هاندانوفيتش كده مش بتاع لقطات ومش بتاع مشاكل ومش بتاع حاجات كبيره او لقطات كبيره، فهو ممكن مش متنجم. بس هو يان سومر احنا شفناه في اخر ماتشات برشلونه في الشامبيونز ليج اللي فات، ما كانش طبيعي. اوكي. ده بيثبت للناس ان يا جماعه الحارس ده مش طبيعي حتى لو مش واخد حقه. فانا شايف يان سومر لازم يدخل دي معاه. حقيقه، انا موافق معاك. بس انا هرجع بقى، انا هروح دوري اسباني. انا هروح لاوبلاك. واوبلاك في ناس، يا سلام. في ناس هتقول لك ان هو مش اندر ريتد، وفي ناس هتوافق ان هو اندر ريتد. انا موافق جدا ان هو اندر ريتد. بالظبط. بس اوبلاك راح اتلتيكو 2014 من بعد الفاينل بتاع ريال مدريد واتلتيكو بتاع راموس. كورتوا اللي كان واقف فيه. بعد الموسم ده اوبلاك هو اللي مسك اساسي. في كورتوا كان مشي خلاص، رجع تاني تشيلسي. واوبلاك هو اللي مسك بقى خلاص. هو كان جاي من بنفيكا في 2014 وواقف اساسي لحد النهارده في اتلتيكو مدريد. يعني انا مش هنتكلم طبعا على حته التصديات وعلى حته الحاجات اللي هو بيعملها دي. انا بس هقول لك معلومتين عن اوبلاك بقى له 10 سنين في اتلتيكو مدريد لحد السيزون اللي فات اللي هو انتهى ده. هو 10 سنين واخد منهم في جائزه اسمها زامورانو اللي هي بتاعه او زامورا بتاعه الدوري الاسباني. واخدها 6 مرات، 6 سيزونز من 10 اللي لعبهم بالظبط. وواخد فيهم دوري واحد. يعني هو خد مع اتلتيكو دوري واحد في ال10 سنين، منهم 6 هو واخد احسن حارس في السيزون. اكتر حارس طالع بكلين شيت. بينافس فيهم تيرشتيجن، وبينافس كل حراس ريال ونافس مدريد، بونو، ونافس كورتوا، نافس كل دول. حراس ريال مدريد. انت عندك من 2014 كاسياس كان لسه موجود، لحق كاسياس سيزون في مدريد، ولحق دياجو لوبيز، ولحق نافاس، ولحق كورتوا، ولحق تيرشتيجن، ولحق كل الناس دي. انا حاسس ان هي غريبه جدا ان دوله زي سلوفينيا تطلع 2 حراس عمالقه زي اوبلاك دي حقيقه. وهاندانوفيتش. دي حقيقه. بس هي الفكره ان مع اوبلاك الموضوع مختلف معاه، لان هو ظاهر اكتر نوعا ما من هاندانوفيتش عشان الدوري الاسباني واتلتيكو يعني. بس هو فعلا هو كان يعني مشكله ان هو كان مع اتلتيكو في البطولات ان هو ما حققش بطولات كتيره بسبب السكواد بتاع اتلتيكو بساعه سيميوني. بس هو لو ده كان في فرقه كبيره من ريال مدريد او برشلونه، حتى لو كان ستيل في الدوري الاسباني، لا كان هيبقى وضعه مختلف بس تماما. واخد يعني دوري تقريبا معاه، خد دوري واحد وواخد يوروبا ليج واحده مع اتلتيكو. وعايز اقول لك في 2021 هو واخد احسن لعيب في الدوري، مش احسن حارس يعني. احسن لاعب، احسن واحد في الدوري الاسباني 2021. فلا اوبلاك كان لازم يبقى موجود. بس زي ما بقول لك في ناس هتختلف ان هو مش اندر ريتد، بس انا كنت شايفه ان هو اندر ريتد. لا انا شايف ان هو اندر ريتد في ظل العمالقه اللي بيلعبوا جنبه واخدين كل دي حقيقه. موافق. طب حلو. اوكي. الحارس اللي بعده بقى في ناس اصلا مختلفه ان هو اصلا يعني حارس كويس، بس انا شايفه حارس كويس جدا كمان. ماشي. الحارس ده هيوجو لوريس. اوكي. هيوجو لوريس بقى عنده شويه ارقام كده غريبه جدا. هيوجو لوريس واخد احسن حارس في الدوري الفرنسي 3 سنين. 3 سنين. الدوري الفرنسي مش قوي قوي، بس احسن حارس وسط 20 حارس اساسيين. تمام. ومن ضمن الفتره اللي كان بيلعب فيها 2010 2011 في ليون، كان قدام ريال مدريد ليه تصديات عظيمه في الشامبيونز ليج. ده كانوا مكفرين ريال مدريد، كان بيقابلهم كل سنه تقريبا، او 11 و12 مش فاكر. كان لوريس هو خد نجوميته اصلا من الفتره دي. ف3 سنين احسن حارس في الدوري الفرنسي. عايز اقول لك ان هو اكتر لاعب مثل منتخب فرنسا. انت متخيل بالنسبه لمنتخب فرنسا والفرنسيين هو عامل ازاي؟ وايقونه.
لعب مع منتخب فرنسا 145 ماتش. ده لا يا جماعه، هو اكيد مش غلطانين هم لاعبوا اللعيب ده 145 ماتش. فهو عظيم جدا. بتتكلم على حارس واخد كاس عالم، واخد تاني كاس عالم، واخد تاني يورو. انت متخيل حجم البطولات؟ أيوة. دي مش بالصدفه، ده مش طبيعي. حارس وقف لتوتنهام 12 سنه. ال 12 سنه وقف صد في الدوري، وقف في الدوري الانجليزي 361 ماتش، عامل فيهم 127 كلين شيت في فريق. انا مش شايف توتنهام اصلا من التوب 6 يعني. ما ينفعش انه المفروض نسميهم التوب 5. فحارس لتوتنهام ما بياخدش بطولات وبيعمل الريت ده او الريشيو ده او النسبه دي في ان هو يطلع بكلين شيت. لا هو حارس كبير. نفس فكره اوبلاك، نفس الرينج تقريبا. لا يعني لوريس فعلا بجد حارس قوي جدا. عايز اقول لك ان ليه ريكورد برضو كبير جدا هو محتفظ بيه لغايه دلوقتي. هو اكتر حارس عامل تصديات في ماتش واحد في اليوروبا ليج في تاريخها. 8 تصديات في ماتش واحد في تاريخ اليوروبا ليج. انت فاهم عظمه الرقم؟ حاجه من منذ الخليقه لغايه اللحظه اللي بنتكلم فيها. وطبعا اكيد كلنا هنفتكر له بلا استثناء ماتش توتنهام وباير ليفركوزن 2017 في الشامبيونز ليج قدام تشيرشاريتو. ما بين تشيرشاريتو وخط الجول فردة الجزمه وحطها، ولوريس خدها وتشقلب ومسك الكرة والكرة تمام. والضربة الجزاء بتاعت اوباميانج قصاد ارسنال 2019 في الدقيقة 90 يصدها ويخلص الماتش 1-1. كم انت عظيم يا لوريس بالنسبة لجماهير توتنهام وجماهير فرنسا. فارقامه واللي عمله غير الانطباع اللي متصدر للناس. دي حقيقة. لا انا موافق، ما عنديش اي مشكلة معاه. وممكن انا اروح بقى برضه هرجع تاني الدوري الاسباني. يعني انت لزقت. انا هروح الموضوع خلاص عامل لك. لا انا هفضل في الدوري الاسباني. الاسباني. الدوري الاسباني فيه حراس اقوياء جدا. دي حقيقة. انا هروح لدياجو لوبيز. بحبه جدا. انا مشكلتي معاه ان هو تفكيره كان باصص تحت رجله. يعني هو مشكلته ان هو ما كملش. هو لما جه ريال مدريد، هو من ناشئين ريال مدريد، وخرج من ريال مدريد راح سيفيا وراح فياريال ورجع تاني ريال مدريد. لف كتير على الدوري الاسباني. ورجع ريال مدريد تاني في 2013 بالظبط. كان في شهر يناير بتاع 2013 لما مورينيو كان موجود، جاب دياجو لوبيز. صح. وعشان كاسياس اتصاب، وهو اصلا مورينيو ما كانش عايز كاسياس يلعب اساسي. يعني هو مورينيو كان عنده مشاكل مع كاسياس، ما كانش عايزه ان هو يبقى الاساسي في ريال مدريد. الجماهير وكاسياس انا حاسس يعني ان هم اللي مشوا دييجو لوبيز. ما انا خليني بس اكمل لك هقول لك. هو جه مع مورينيو لعب النص الفاينل، نص السيزون بتاع 2013 اللي هو السنه بتاع دورتموند اللي ريال مدريد خسرت فيها في السيمي فاينل. هو اللي كان واقف اساسي، وكان عامل نص سيزون مش وحش بمقارنه بان هو حارس اصلا محدش كان عارفه جاي من سيفيا، ومحدش عارف مين دياجو لوبيز غير بيتفرج على الدوري الاسباني يعني. وجه وقف مكان كاسياس على طول، قعد نص السيزون ده اساسي. وبعد كده مورينيو مشي لان هو اصلا اللي كان عايز دياجو لوبيز. اول ماتش لعبه كان قدام في الشامبيونز ليج، كان قدام مانشستر يونايتد بتاع 2-1 اللي هو بتاع مودريتش اللي كان في انجلترا. قال لك دياجو لوبيز احسن حارس دوري، احسن حارس اسباني انا مرنته في حياتي. يعني هو خلاص هو كان داخل في كلاش مع كاسياس، اللي انا مش عايز كاسياس اصلا في ريال مدريد. تمام. بعد كده كاسياس مشي، وكان المفروض دياجو لوبيز مورينيو مشي، وبعد كده كان المفروض دياجو لوبيز هو اللي كان هيكمل. لما انشيلوتي جه طبعا مفيش الكلام ده. كاسياس رجع بالظبط، قال لك كاسياس هو الحارس الاساسي بتاعي. دياجو لوبيز فضل قاعد دكه السنه بتاعت 2014 دي اللي خد الشامبيونز مع ريال مدريد 2014 ومشي. مع ان هو لو كان كمل سنه واحده بس بعديها كان هو هيبقى الحارس الاساسي في ريال مدريد. هو كاسياس مشي 2015 وكاسياس كان بيخلص خلاص. بس هو دييجو لوبيز مش صغير يعني، هو برضه صغير بس هيقعد قد ايه بعد كاسياس؟ ما هو راح ميلان برضه. ما انت رحت ميلان عملت ما راح ميلان قعد سنتين ماشي. بس هو ميلان كانت في حاله يعني سيئه، ما كانش شايفه قدامها، وانت رايح ميلان مش شايف حاجه. راح قعد سنتين في ميلان ورجع اسبانيول في الدوري بس انا هقول لك حاجه، انت لو حطيت نفسك مكانه او انا لو حطيت نفسي مكانه انا اظن كنت عامل زيه كده. ماشي انا ما عنديش مشكله، بس انت في الاخر هي سنه واحده. وهم حتى لما دياجو لوبيز مشي هم راحوا جابوا كايلور نافاس لان هم كان باين ان كاسياس خلاص. ما هو انت ما تعرفش يعني انك هتستنى كاسياس سنه واحده. انا فاهم يعني كاسياس هيعتزل بس هو في الاخر زي ما بقول لك هو راح ميلان قعد سنتين ورجع تاني اسبانيول، ما حدش افتكر له اي حاجه يعني. صح. بس حتى لو كنت قعدت دكه في ريال مدريد احسن ما كنت تروح ميلان في الفتره دي. يعني انا ما كانش عندي مشكله ان هو لو كان مشي راح فرقه هيظهر فيها يبان فيها امكانياته، كانش عندي مشكله. بس هو راح ميلان في فتره سيئه جدا يعني، فتره ما كانتش حد اصلا بيبص لميلان ساعتها. بس في سن دييجو لوبيز في الفتره دي انا يا اما هروح العب
يا اما اعتزل، انما قعدتي دي يعني خلاص المستوى هيقل مش هيزيد تاني، لان هو فاهم قصدي ايه. انا فاهم. في الاخر كتب في السي في بتاعه لعب في البيج ميلان، يعني مش قليله برضه. فاهم، بس هي ممكن تبقى اختلاف في وجهات نظر يعني. وسبحان الله بتهيالي لو انا فاكر يعني، هو لما راح الميلان بعديها بكام سنه ظهر دوناروما وقعدوا يعني. ايوه هو يعني حظه سيء جدا ورجع اسبانيول يعني بعدين. يا اخي ده اندر ريتد لدرجه ان هو هيعيطني دي بقى حقيقه يعني. بس هو تسوح شويه، فانا شايف ان هو تفكيره سوحه شويه، بس هو ممكن جامد. يبقى احسن من جامد كده قوي. كده هو جامد طبعا. فهو كان لازم يبقى محطوط. احييك على الاختيار ده عامه. الله يخليك حبيبي، شكرا. الحارس اللي بعد كده ما اظنش هيبقى عليه اختلاف اطلاقا. ماشي. العملاق ياسين بونو. اوكي. ياسين بونو احسن حارس افريقي 2023، احسن حارس في الدوري السعودي 2024، داخل في تشكيله كاس العالم للانديه. حارس جبار، واخد رابع عالم، واخد 2 يوروبا ليج، واخد الدوري السعودي وكاس الملك والدوري الاسباني والسوبر الاسباني. انت متخيل كم البطولات والالقاب اللي واخدها ياسين بونو؟ وفي الاخر ياسين بونو ما لعبش في انديه عملاقه يعني. ياسين بونو لعب في سيفيا واتلتيكو مدريد والهلال السعودي. طبعا مع احترامي طبعا الانديه دي في الاخر كبيره، بس مش انديه الصفوه، مش انديه الدرجه الاولى. انا بقى كل قصتي او اللي انا عايز اتكلم فيه مش كل اللي عمله ياسين بونو. ياسين بونو لعيب طلع وعنده 16 سنه، قرر ان هو يسيب الوداد مع انه شارك معاه ولعب معاه، وقرر يحترف في الدوري الاسباني. ايه العقليه دي؟ انا حارس، مين قالك ان في طلب على الحراس هناك؟ اللعيبه بتاخد الريسك وبتبقى خايفه، ما بالك انت حارس اصلا؟ ويروح ويلعب في اتلتيكو مدريد، وكانوا عايزينه ومضوا معاه في الديفيجن 2 الفريق الرديف بتاع اتلتيكو مدريد، وتصعد وكمل وبقى حارس اساسي، وبقى ياسين بونو العملاق. هو من اول يوم هو اثبت لنفسه واثبت للعالم ان انا مختلف. دي حقيقه. ومع انجازاته هو اثبت للعالم وتصدياته واللي كان بيعمله ان هو فعلا ما خدش حقه في النجوميه. انت عارف يعني ايه مع منتخب المغرب ياخد رابع عالم، العالم كله بيتفرج على حارس عربي بالعملاقه دي. لا وكان قوي جدا، قوي جدا، عنده ريفلكس عالي قوي، عنده سبيد عالي قوي كحارس، ان انت تتحرك على الكوره لو طالع 1 تو 1. فكفايه كاس العالم الاخير يعني. ده ايه ده بجد يعني. ده انا متفق طبعا، ما عنديش اي اختلاف على حاجه زي جامد دي يعني. دي حقيقه. ماشي. هرجع انا بقى تاني للدوري الاسباني. ده لا كده صعب يعني. لا انا هرجع تاني. طب في حد لا كله لا اسباني؟ خلاص انا هفضل في الدوري الاسباني. هروح لنافاس بقى من بعد ما دياجو لوبيز مشي. ده على فكره ده ممكن نسميه بابا الاندر ريتد. دي حقيقه يعني ده بجد. اتفضل. ماشي. لا نافاس هو اللي خد مكان دياجو لوبيز يعني. هو دياجو لوبيز مشي في 2014، نافاس هو اللي جه مكانه. بياكل فاكول اندر ريتد وحاجه يعني اهم. بالظبط. او اصلا نافاس اصلا ما كانش جاي ان هو يبقى حارس اساسي في ريال مدريد طبعا. ده كده يعني. هو جه على كاسياس هو اللي لعب اول سنه فيه، وهو كان موجود في مدريد. قعد دكه اول سنه، ولما كاسياس مشي طبعا القصه الشهيره بتاعت دخيا ان كاسياس مشي فاحنا عايزين دخيا، وراحوا فاوضوا اليونايتد عشان دخيا، وخلاص نافاس قال انا همشي لان انا ما جاش في اخر دقيقه. بالظبط. وكان خلاص نافاس كان طالع رايح فيورنتينا، ودخيا هو اللي كان جاي مكانه لان خلاص هم مش عايزين وهيجيبوا دخيا. ونافاس قال انا كنت جاي على اساس ان انا الحارس الثاني وهبقى هو الاساسي بعد ما كاسياس يبطل، وخلاص ما فيهاش يعني. فالفاكس اتاخر فدخيا ما جاش، فنافاس بقى هو الحارس الاساسي عشان ريال مدريد ما كانش عنده حارس تاني. راح جاب كيكو كاسيا، محدش عارف هو مين. فخلاص نافاس هو اللي مسك اساسي. نافاس مسك اساسي من 2015 او من 2015 قعد لحد 2019 في ريال مدريد، وهو كان الحارس الاساسي في كل الثلاث بطولات بتاعت الشامبيونز بتاعت زيدان. هو اللي كان ماسك حارس اساسي فيهم، وهو اللي كان ليه ماتشات لحد النهارده. انت لو فتحت بس كده اليوتيوب كتبت نافاس هيجيب لك شويه لقطات. هو سبب رئيسي من البطولات اللي خدتها ريال مدريد في الفتره دي كلها. رئيسي مش سبب عادي. دي حقيقه انا معاك يعني مش هقول لك النسبه بتتوزع على 11 لعيب، لا نافاس ليه حصه من النجاح ده والباقي اللعيبه ليه حصه. نافاس انا فاكر يعني، انا ما حضرتش ماتشات بس انا نافاس بيجي في دماغي على طول ماتش بتاع بايرن ميونخ في اسبانيا. بايرن طبعا ده ماتش يعني لو هو كان قاصد يعمل اللي هو كان عايز يعمله ما كانش هيعرف. يعني هو لو نازل متمرن على الحاجات اللي هو عملها هو ما كانش عارف يعملها. يا اخي ده عقد المتفرجين اللي هو ما تخش بقى. انا ما شجعش حد بس ما تخش بقى.
فلا نافاس كان لازم يبقى موجود لان هو فعلا اندر ريتد. بعد ما ساب ريال مدريد اتظلم كتير. لا هو ما اتظلمش، بس هو لا اتظلم. كان في الاول مظلوم، بس يعني خلاص هو خد حقه في ريال مدريد. لا معلش، انا بالمستوى ده انا كان يدي 3-4 سنين كمان، جابوا كورتوا عليه. ماشي. انت بتتكلم في القصه الاخيره. ماشي. راح فين بعد كده؟ راح باريس، جابوا دوناروما عليه. ايوه. هو ايه يا جماعه، انا مش مالي عينيكم. بس هو قعد في باريس 4 سنين، قعد من 2019 ل 2024، في سنه طلع فيها اعاره لنوتنجهام في الدوري الانجليزي، وفي الاخر برضو كان واصل مع باريس الفاينل بتاع شامبيونز ليج 2020 بالظبط. وهو كان الحارس الاساسي لكوستاريكا، واخد احسن حارس في الكونكاكاف سنتين، واخد احسن حارس، واخد احسن لعيب اصلا في بطوله الكونكاكاف في 2018. هو جامد. فلا هو كان جامد يعني، كان يستاهل. بس كانت ظالمه جدا. انت اي حد هيجيب شمسيه وقف على نافاس يعني. دي حقيقة. كان اول حلقه الاضعف. ايوه مش فاهم ليه يعني. هو غالبا عشان جنسيته ده بالتالي بيبقى عامل ان انت الحارس انا بقول لك هم كانوا هيموتوا على دخيا عشان اسباني يعني. صح. بس صح. متفق معاك طبعا. طب الحمد لله. الحارس اللي بعد كده هو حارس بعيد خالص عن اوروبا. هو خد نجوميته او خد الستايل بتاعه في حته تانية خالص، بس مش هيختلف عليه اتنين. جيرمو اوتشوا، الحارس المكسيكي العملاق. اوتشوا انا عايز اقول لك ان هو معاه اكتر من 26 ريكورد ولقب ليه هو. انا من كترهم ما حصرتهمش. يعني هو تقريبا استحوذ على كل حاجه في كل حته لعب فيها. انت متخيل 26 لقب وريكورد؟ يعني رقم قياسي باسمه هو. فده مش طبيعي. اوتشوا من ضمن 8 لعيبه بس في تاريخ اللعبه دخل 5 كاس عالم في القائمه بتاعت منتخبه. هو شارك في 3 بس هو دخل 5 كاس عالم. ده اوتشوا مترشح من ضمن المرشحين للبالون دور 2007، وبيلعب في كلوب امريكا. حارس وبيلعب في كلوب امريكا. ايوه. السنه اللي خد فيها كاكا البالون دور، فاهم؟ فاوتشوا ده حارس مش طبيعي. عامل برضو ريكورد في الدوري الفرنسي، كان بيلعب في اجاكو. عامل اكتر عدد من تصديات في ماتش واحد، 13 تصدي في ماتش واحد. ريكورد ما زال مسجل باسمه لغايه اللحظه دي. اوتشوا اكتر لاعب في تاريخ اللعبه واخد عدد من البطولات مع المنتخب، 7 بطولات. اوكي. انت متخيل؟ انت بتتكلم حارس ارقامه او حتى الارقام القياسيه بتاعته عامله ازاي. مش حاجات بسيطه، حاجات كبيره جدا. يعني الحارس ده لما يتحط كده في قائمه افضل حراس العالم، لا هو اوتشوا اصلا المفروض يبقى منهم. دي حقيقه. تيجي تتفرج بقى عليه اعلاميا او الانديه اللي لعب فيها، لعب في اجاكو، لعب في كلوب امريكا، لعب في مش عارف ايه تاني في المكسيك. هو ما كبرش، بس هو ما زال عند المكسيكيين هو مش طبيعي. عند في الكره العالميه في الفيفا وارقامه مش طبيعيه. فانا شايف ان هو اصلا حارس ستايله كان غريب جدا. احنا اصلا اكتر ناس شفناه في كاس العالم للانديه بمسماها القديم وصاد الاول كان بيعمل ازاي اصلا. ايوه. وفي كاس العالم اوتشوا ده بيقلب اخطبوط. هو حتى لقبه في المكسيك الاخطبوط اصلا. فانا شايف اوتشوا لازم يبقى معانا. مع احترامي لكل ده يعني، بس ابو تريكه في الاخر حط له الكوره في حته. طب سامع يا عم اوتشوا بس عشان مع احترامي يعني مختلف تماما. مع احترامي يعني كل ده في الاخر ابو تريكه وحطها له يعني في حته. طبعا اللي انت بتقوله ده دمر تاريخه كله يعني. طبعا هينهار الراجل يعني. لا بس انا موافق طبعا، ما عنديش اي مشكله. وانا فعلا كان بيتشاف كتير بسبب ماتش، وحتى ماتش الاهلي ده احنا يعني عرفت ان هو اوتشوا فعلا. وبعد كده كل الكلام ده بسبب ماتش الاهلي بتاع كلوب امريكا. الجون بتاع ابو تريكه طبعا برضه هعيده تاني يعني، لان هو اللي شهره. ها لا مش هو اللي شهره يعني بس يعني تمام يعني ماشي. لا انا موافق، ما عنديش اي مشكله، بس انا هرجع للدوري الاسباني تاني. يعني طب بطل تقولها. لا هرجع للدوري الاسباني تاني. خش على طول. انا عرفت هو انا ممكن اخمن دوري اسباني. لا بس مش هروح لريال مدريد المره دي، هروح لبرشلونه. ماشي. هروح لبروفو. برافو فعلا. دي حقيقه. برافو قعد راح برشلونه في 2014، بس هو قبل ما يروح برشلونه قعد في ريال سوسيداد من 2006 ل 2014. كان ما كانش عامل معاهم ريكوردز او معلوش اي جوائز فرديه مع ريال سوسيداد، بس هو كان حارس للي بيتفرج على الدوري الاسباني. ماتش ريال سوسيداد ده وبرافو واقف جون، لا انت هتكفر يعني. نفس ماتشات فالنسيا كده. لا الماتش ده انت عندك مشاكل محتاج توجد لها حلول يعني. راح برشلونه في 2014 بديل لفولدز، وراح هو اللي وقف اساسي اول ما راح. هو كانوا ماضيينه 4 سنين وكانوا جايبينه من ريال سوسيداد. هو لحد النهارده هو اغلى رابع صفقه في تاريخ ريال سوسيداد بيع. وراح برشلونه وكان هو الحارس الاساسي.
راح اول ما لعب على طول راح على طول هو اللي لعب، وهو لحد النهارده هو معاه اعلى ريكورد في الدوري الاسباني ان هو اكتر حارس حافظ على كلين شيتس لمده 750 دقيقه ما دخلش فيه ولا جول. قعد لحد اللحظه دي، هو لحد دلوقتي هو اللي معاه الريكورد ده. وفي الاخر كان اتكسر في ماتش تقريبا لريال مدريد، كان كريستيانو هو اللي جاب في الجول بعد 750 دقيقه. فضل قاعد، كان هو وتير شتيجن جم في نفس السيزون مع بعض. هما الاثنين جم مع بعض. وكان برافو بيلعب في الدوري وتير شتيجن كان بيلعب شامبيونز ودوري وكاس. وده سبب من ضمن الاسباب ان هو مشي. ان هو كان عقده 4 سنين، هو قعد سنتين بس وقال انا مش مرتاح، انا مش المفروض ان انا يبقى في روتيشن بالشكل ده، لان هو كان جاي في الدوري الاسباني محدش كان عارف مين تير شتيجن يعني. وبالتالي السبب الاساسي كمان ان جوارديولا، لما جوارديولا راح السيتي لما ساب برشلونه اصلا. لا لا ده جه بعدها بكتير. انا بقول لك جه برافو جاي 2014. لا بعدها بكتير. هو بقول لك هو حتى طلع في تصريح قال انا مشيت لان انا الروتيشن بالنسبه لي مش مريحني، لان انا المفروض ما يحصلش معايا الروتيشن ده. وراح بعديها السيتي، قعد لعب، راح السيتي 2016، مشي برضو 2020 قعد 4 سنين. بس الاربع سنين ده ما شاركش فيهم زي المشاركه بتاع برشلونه يعني. لعب اول سنه مع جوارديولا، وبعد كده جوارديولا حصل دروب معاه في الاداء، فبعد كده جاب كابايرو عليه، لعب كابايرو شويه، وبعد كده ادرسون جه 2018 مسك وما سابهاش يعني. بس برافو كان ستيل كان بيلعب، بيشارك في الكاس، كان بيلعب شويه ماتشات. وهو كان جوارديولا كان ضمن المشاكل معاه ان هو ما كانش بيعرف بيلعب برجله يعني. ده طبعا غير الانجازات اللي هو كان عملها مع منتخب تشيلي، واخد 2 كوبا امريكا بالظبط يعني. فهو حارس اندر ريتد. وكان برضو قرار من ضمن القرارات الغبيه لنفس القرار بتاع دياجو لوبيز ان هو مشي من برشلونه. هو كان واخد وضعه هو، بس كان محتاج ان هو يصبر شويه في موضوع الروتيشن ده. بس هو ده برضو كان قرار من ضمن القرارات الغبيه يعني. هو في الاخر ضحى بنفسه عشان خاطر تير شتيجن ياخد بقى النجوميه بالظبط كلها يعني. بالظبط. ودلوقتي تير شتيجن اصلا دلوقتي كل جماهير برشلونه فاهم اللي هو خلاص بقى ده بينهم مصانع الحداد زي ما بيقولوا يعني. ماشي، اتفق معاك. الله يخليك. يعني اختيار موفق حبيبي. الحارس الاخير اللي معانا هنا في الليسته بقى رومان فايدن فالر. اوكي. ده حارس دورتموند. اللي بيتفرج على الدوري الالماني وعارف الحارس ده اسطوري قد ايه. وقف في دورتموند 16 سنه. اوكي. 16 سنه هو لزق في مكانه يعني. 16 سنه ده رقم كبير ان فريق بحجم دورتموند يحافظ على حارس الفتره دي كلها. واخد تاني تشامبيونز ليج 2013، معاه 2 دوري، معاه كاس عالم 2014، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي اصلا ان هو كان موجود في القائمه. هو مثال للحارس اللي كافح علشان يوصل لحاجه. الحارس الاندر ريتد. بس هو فعلا هو مثال. هو المثال للحارس الاندر ريتد يعني. يعني هو لعب 551 ماتش في الكارير بتاعه، عامل حوالي 174 كلين شيت. الى حد ما عادي، رقم عادي. بس هي الفكره ان انت في دوري انت بتلاعب فيه البايرن كل ماتش كل موسم ماتشين لمده 16 سنه، فاهم؟ فهو لا، هو حارس كويس جدا جدا جدا. بس هو حظه جه في فتره كان نوير سيد، وكان في بعد كده في حراس كتيره قوي كان شتيجن بعديها في وقبليها بقى كان يعني. هو جه في فتره ما كانش متشاف قوي. بس هو ليه لقطه مشهوره جدا انه في الدوري اللي خدوه دورتموند كانوا بيلعبوا بايرن ميونخ، وصد ضربه جزاء من اريان روبن في الدقيقه مش فاكر حاجه 70 77 70. الماتش خلص 1-0. الماتش ده كان سبب ان هم خدوا البطوله. اوكي. فجماهير دورتموند بالنسبه لها ده اسطوره مش هيتنسي. وكان حارس كويس جدا، بس هو ما خدش فرصته، او يمكن لو كان خد الشامبيونز ليج كان الوضع فرق معاه شويه. لو كان شارك في كاس العالم 2014 كان الوضع هيبقى فرق معاه شويه. بس انا عايز اقول لك هو سبب من ضمن الاسباب ان هم صعدوا فاينل تشامبيونز ليج يعني. دي حقيقه لا ماتش ريال مدريد بتاع سانتياغو ده. لا هو فعلا حارس قوي جدا يعني. حارس بنيانه قوي وطويل. ولا كان بيسد الجون. لا هو كفر كريستيانو واوزيل في الماتش ده انا فاكر يعني هو اول ربع ساعه هو شايل 5 تجوان، شايل 5 تجوان، 5 انفرادات يعني يا باشا. في الفاينل نفسه يعني. اصلا قصاد بايرن كان ما اتفرجتش بقى خلاص انت بطولتك بتخلص مع ريال مدريد. ما اتفرجتش بقى خلاص. انا بكلمك على الماتش اللي انا شفته يعني. لا كان مكفر بايرن ميونخ لغايه ما جون روبن في الاواخر خالص يعني. فده كان محتاجين نحط الحارس ده، لان هو الصراحه حرام يتساب بره. هو يعني. ده كان اللي احنا ما كناش عارفين نشيل مين ونحطه. دي حقيقه. فعشان كده خليناهم 11 في الاخر. هنرتب احنا بقى الترتيب بتاعنا في الاخر. طيب احنا دلوقتي قلنا الليسته او القائمه بتاعتنا لافضل الحراس اللي ما خدوش النجوميه بتاعتهم، المغمورين يعني الاندر ريتد.
هنرتبهم الترتيب بتاعنا ومهند، وارجوكم انا رايكم مهم جدا ان انتوا تقولوا لنا الترتيب ده موافقين عليه ولا في ترتيب مختلف، وهل في حراس اصلا بره القايمه دي ولا متفقين معانا في ال11 اسم اللي احنا قلناهم. لو موضوع الحلقه النهارده عجبك ارجوك ما تبخلش علينا باللايك والشير، وانك توزع على اصحابك، والسبسكرايب على اليوتيوب شانل وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى التيك توك. عايز تقول حاجه؟ شكرا. سلام.